يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يسعد لي مساكم وكل اوقاتكم يا رب، ورجعت لكم بفيديو جديد وان شاء الله يا رب ينال اعجابكم. طبعا مثل ما بتعرفوا ايام عياد وصار وقت انه نشتري اغراض للعيد. الله هيك يعيدوا علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية يا رب. وطبعا قبل ما نبلش ما ننسى نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هلا هيك مثل ما لكم شايفين نزلت على مول تركي لحتى اشتري هيك شوية اغراض للولاد، فحبيت اني هيك اورجيكم ايش صاير تنزيلات موديلات كتير حلوة، والاسعار الحمد لله رب العالمين بالنار. بنشكر الله على كل شي. هدول البلوزات كمان اخدت بلوزة لبنتي منهم، عن جد كتير حلوات، وهدول كمان كتير عجبوني لبناتي التنتين الصبايا، الله يخلي ولادكم يا رب. فعجبوني كتير هدول البلوزات، اخدت تنتين، وحدة لونها زهري ووحدة لونها حشيشي. موديلهم عجبني كتير، اعطوني رأيكم بالتعليقات. وهون الفيزونات، وكل فيزون حقه 250 ليرة. هدول الفيزونات كمان بالنيتيات، طبعا تحاطني بس مي كاملة انه بيجامة كاملة بتجي. وبما انه اليوم كانت اختي عزمتني لعندها، الله هيك يرزقها ويرزق جوزها ويرزقنا ويرزق أمة محمد يا رب. فحبيت هيك اعمل لي شوي دورة بالسوق، بعدين رحت لعندها وقلت لحالي لا اساعدها شوي، بس ما شاء الله كانت مخلصة هي وبناتها، الله هيك لابسة العافية يا رب ويسلم دياتها على هيك اكل. فهون قبل بيوم لما عزمتني طلبت منها يعني طلبها التبولة والكبة نية والمحمرة، بيطلعوا من تحت دياتها غير شكل. هون دخلت على المطبخ شفت ما شاء الله مخلصة كل شي. والله يشدك بالصحة وبالعافية يا أختي، أكيد راح تسمعي الفيديو ويسلم دياتك يا رب. عن جد الصفرة شي فاخر على الآخر، الله يبارك له، الله يديم علينا النعم يا رب. وهون كمان عملت الكواج أو كباب بباذنجان وفريكة ورز على وجهها هيك لحمة ومكسرات وتشكيلة. وبعد ما فطرنا والحمد لله رب العالمين، الله يديم علينا وعليكم النعم يا رب، شربنا هيك كاسة الجاي، همدنا شوي. وبعدين في منهم هيك شربوا سوس، أنا ما بحب السوس، شربت بس جاي. بعدين طلعنا أنا وأختي وجوازنا يعني على السوق، اشترينا كمان غلقنا شري الأولاد، وطبعا لسه عنا شري يعني البركة. أنا عندي 6 أولاد وهي عندها كمان 6 أولاد، فلهيك بننزل كل يومين 3 وبنشترينا هيك شوية أغراض. بتعرفوا يعني انتو البركة يعني عيلة كبيرة، الله يخلي ولادكم يا رب. هون بعد السوس اجانا البريوش، بنت اختي عملته الله يسلم دياتها، عن جد طعمته كتير طيبة وطريقته كتير سهلة، ما بده لا لبن ولا بيض ولا زبدة، يعني طريقته كتير سهلة عن جد، طعمته غير شكل. هون متل ما قلتلكن نزلنا على السوق بعد الافطار. هلا هيك عبورجيكن شوي التصوير، ما بريدو انه يعني واحد يصور زيادة هيك بالخفية، انه هيك عبصور يعني بدققوا كتير هون، ما بريدو انه التصوير كتير. وهذا المحل يلي هلا شفتوه اخذت من عنده بناطرين لبنتي وابني، هو بدل للعيد. وبعدين مثل ما بتعرفوا عنده المدرسة بلبسهم اياهم للمدرسة. وهون هاي الصينية كتير حبيتها، هي للشاي وهي للقهوة، عجبتني كتير، اعطوني رأيكم فيها. فلهيك حبيت كتير هاي الصينية لاني داخلها لون ذهبي. عندي كمان كاسات لونهم ذهبيات، ورجيتكم اياهم يمكن نزلت فيديو فيه كاسات شاي ذهبيات. كتير حبيتها واخدتها، سعرها 100 ليرة، ما انه يعني غالية كتير الحمد لله. هدول بناطرين قلتلكن عليهم.
طبقتهم هيك تطبيق هدول لبنتي. طبعا هدول بناطرين ما انن غاليات، تنزيلات البنطلون ب150 ليرة. قلت الحمد لله يعني واحد بدل لهالولاد ما بتلحق لهم. هاي الخفافة أخدتها لابني سعرها 200 ليرة. طبعا أخدت له طقم قبل بيوم، طبقت له عليه هيك تطبيق يعني. وأخدت فيزون لبنتي الله لا يرويكم، هلأ شايفينه. دخلت على محل تركي سعره 180 ليرة، فما أخدته. تاني نهار سبحان الله رحت على محل سوري وكان عبيهم ب50 ليرة، يعني طلعوا الفرق سبحان الله. هاي هون كمان صاروا بناتي صبايا مثل ما قلتلكن. أخدت هيك مانطوي، وحدة أخدت مانطوي والتانية أخدت لباس شرعي. أعطوني رأيكم فيها. وطبقت لها هيك شنتاي كمان على لون المانطوي، بس هاي على أكشف بشوي، سعرها 230 ليرة، كمان عجبتني كتير. وطبقت لهم كمان هيك شالات كل وحدة على لون المانطو بدها تلبسها. مثل ما قلت لكم هديك أخذت لباس شرعي بس نسيت اني اصوره، ان شاء الله بالفيديو الجاي بدي اصور لكم اياه، كمان كتير حلو اللباس الشرعي. واخدت لهم كمان هيك موديلات بواط كتير حلوين نازلين جديد، هدول موديلهم هيك عالي وكتير مريحات يعني على المشي. فهون هذا البوط ردنا نلاقي لون اسود بس ما لقينا اسود، لقينا ابيض. واذا وصلتوا لهون بالفيديو فضلا لا تنسوني باللايك، ربي يسعدكم عن جد، يعني اللايك اساسي كتير بالفيديوهات، بعلي المشاهدات. اتمنى ما تنسوني باللايك. الله يحفظكم يا رب، وان شاء الله الفيديو ينال اعجابكم. وهي المانطو اخدتها لإلي، كل سنة بشتري لون اسود، فحبيت انه هالسنة اغير لون هيك عاطي على لون بني كاشف. اعطوني رأيكم فيها كمان. طبقت عليها كمان شال وبوط. لهون بيكون خلص الفيديو، بشوفكن في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.